أنا كارن، خريجة فنون تطبيقية قسم فرنتشر ديزاين وانتيريور. شهاب حسن، معهد فنون مسرحية قسم ديكور. أصالة سامي، أنا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور المسرحي. أنا محمد مراد، أنا مهندس ديكور وتشطيبات. أحمد سالم، بدرس معهد سينما. أنا دانيال نادر وبدرس في ثالثة عمارة. بيت العيد تربية فنية. كنت بدور على ورك شوب تبقى بتتكلم عن السينما اكتر، لان هي قليله جدا في السوق. قعدت ادور كتير فتره، فلما لقيتها كانت بالنسبه لي دي احسن حاجه. كنت بعمل سيرش على الورشه، فقابلت ورشه الديكور السينمائي المهندس شادي العناني. كنت بحاول اشوف كورسز او ورش تخليني اتعلم الموضوع واقدر اشفت فيه، لغايه ما لقيت ورشه باشمهندس شادي العناني. كنت متوقع من الدبلومه ان انا يعني اخد فيها الحاجات العمليه والحاجات النظريه. بدات اشوف ان هي هتديني الجزء الاكاديمي اكتر، لان انا في فنون مسرحيه بندرس مسرح اكتر، وهو قريب للميديا، بس في بعض الاختلافات طبعا، ان ده جمهور وده كاميرا. انا كنت متخيل ان انا هلاقي ورش كتير وناس كتير بتشتغل في الموضوع، بس لقيت هي الورشه الوحيده ومكمله بقى لها فتره. كنت بخاف من اي دبلومه هاخدها او كده ان انا بس هاخد معلومات صغيره او هايلايتس صغيره. حسيت ان انا هتعلم حاجه تكنيكال اكتر مع مدرب متخصص زي الباشمهندس شادي العناني. نزلت فتره كبيره تريننج، فكان الجزء المفقود عندي الحس الهندسي او المعلومات الهندسيه، ان انا ازاي ابدا بناء من الاول واتابع المراحل بتاعه البناء. ده اللي انا كنت متصوره بس مش اكتر. انا اتعلمت برضو ان في اختلاف ما بين الدراما وما بين الاعلانات، لانه احنا في الاعلانات بيبقى معانا سكريبت محدد انه في مشهد معين هيتلقط في الجزء دوت، فاحيانا ما بنهتمش بجزء غيره. الميزه الاقوى اللي انا اكتشفتها في الورشه ان هي مش ورشه واحده، هي دبلومه. بس اول ما اشتركت فعلا في الورشه مع الباشمهندس شادي، لا من اول يوم ابتدينا نتكلم في حاجات كتيره، في تفاصيل كتيره، في الميزانيات، في البناء، في الحاجات دي كلها. فكان بالنسبه لي انه انا باخد معلومات كتيره، ما كنتش متوقعه ان انا اخد كل ده في الفتره القليله دي. عرفت فرق في الديكور المسلسلات وديكور الافلام وديكور الاعلانات. ادتني دفع قوي جدا ان انا اعرف اشتغل مراحل التاسيس، البناء في اللو بادجت وفي الهاي بادجت. طبعا الموضوع فرق معايا جدا، حسيت ان الموضوع بروفيشنال بطريقه يعني ما كنتش متوقعه. ازاي اعرف الحاجات المفروض اعملها والمفروض اطالب بيها، والحاجات اللي من حقي والمطلوب مني او المطلوب عليا. كل محاضره كان بيورينا الماتيريالز ويعرفنا الاسعار وبيعرفنا ازاي نتعامل في السوق، وازاي نجيب الاسعار بتاعت الحاجات والماتيريالز والاماكن والحاجات المهمه. تبقى نظرتي دلوقتي ان انا مكتمل، بس في الحقيقه في حاجات كتير احنا بنكتشفها واحنا في الكورس. هو النهارده اخر محاضره في السات ديزاين، اللي هي المرحله الاولى او الليفل الاول من الدبلومه، وانا متحمسه للليفلات الباقيه، لان هي هيبقى فيها قدر كبير من المعلومات اللي تفيدني. متحمس جدا اخش المرحله الجايه للارت دايركشن. احنا في المحاضره الاولى كان في السيت ديزاين، كل محاضره بيبقى اضافه جديده لينا، فان شاء الله في الارت دايركشن مستنيين نفس الكلام، واحنا ان شاء الله مكملين في الليفلز الجايه. على الأسئلة اللي ممكن تكون بتدور في دماغنا بالنسبة لأي حاجة، إذا كان نقابة أو إذا كان سوق عمل أو إذا كان أي حاجة يعني. فأنا بشكره الصراحة على المجهود اللي هو بذله، وإن شاء الله بقى مع بعض في اللي جاي. التعليم والمعلومات بتوصل لنا بطريقة بسيطة جدا بالنسبة لي كمان، وبتبقى المعلومات شاملة حاجات كتيرة قوي، سواء ماتيريال سواء أسعار. اقدر ارشحها لاي حد حابب يخش مجال الديكور السينمائي، فارشح له ورشه المهندس شادي العناني، هو من اقوى المهندسين في مصر، وده دفع قوي لاي حد بياخد الدبلومه الديكور. برشح الورك شوب دي لاي حد مهتم بالديكور السينمائي او الاعلانات. بصراحه بريكومند الورك شوب دي لاي حد يعني مهتم قوي بالسينما والديكوريشن بتاعه السينما والاعلانات والمسلسلات، ان هو بصراحه يقدم فيها، لان هي مفيده وهياخد معلومات كتيره قوي هو ما يكونش متوقع ان هو ياخدها يعني.